الحروب على مر الزمن بتأثر على اقتصاد الدول، بس لما الدولة نفسها تضرب اقتصادها دي حاجة تانية. سنة 1621 السويد كانت في حرب مع فنلندا. وقتها السفن الحربية كانت بتشتغل أكنها تاكسي، بتوصل الجنود وتروح تجيب غيرهم وهي بترزق. لكن ملك السويد جوستاف أدولف الثاني قال لك لا، ما نعمل سفينة ونحط فيها مدافع ونخليها تشارك في الحرب وتكون سبب في النصر. المهندس هنريك قال لك محتاجين ميزانية ضخمة يا ملك. الملك قال له ميزانية الدولة كلها ما تغلاش عليك. بدأ شغل فيها، ولكن للأسف هنريك مات، بس كملوا المشروع عادي وفي موكب ملكي ضخم. وقدام عين الملك السفينه بتغرق. السبب ان السفينه كان وزنها زايد والتصاميم غير متوازنه وفيها مدافع كتير، وكمان راح ضحيتها 30 جندي في دقيقه. الخساره وقتها كانت 200,000 ريكس دولار. خليني افاجئك واقول لك ان ده كان 5% من الناتج القومي للسويد، يعني بما يعادل النهارده 125 مليار دولار. يعني لو اي دوله خسرت الرقم ده النهارده اقتصادها هينهار. وفي الاخر طلعوا السفينه دي من البحر وحطوها في متحف، اهو على الاقل يرجعوا جزء من خسروه. اوقات الغلط مش بيكلفك بس فلوس، لكن بيكلفك سمعه وارواح ناس. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش، وده العالم من وجهة نظري.